السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر يعني 10 ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وثبت في سنن أبي داود والنسائي وأحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم إلى فضيلة هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة، وإلى أجر وثواب الأعمال الصالحة فيها، وخاصة يوم عرفة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.